دايما بيعدي علينا ونسمع كلمة التضخم، بس كتير مننا ما يعرفش يعني ايه تضخم بجد. باختصار الموضوع مش ان الحاجة غليت وبس، الحكاية ان قيمة فلوسك هي اللي صغرت. ال200 جنيه اللي كانت بتعشي عيلة النهاردة يا دوب تجيب وجبة شخص واحد. تعال اقولك السر في دقيقة. عارف الحكاية بدأت امتى؟ لحد سنة 1971 كان كل قرش مطبوع وراه ما يعادل قيمته من الذهب سنداه، لحد ما حصلت صدمة نيكسون وأمريكا فكت الارتباط ده، ومن وقتها العالم بقى بيطبع ورق بناء على الثقة وبس. تخيل معايا لو في منطقة مقطوع عنها المياه تماما ومفيش غير إزازة مياه واحدة بس، اللي معاه الإزازة دي هو أغنى واحد في المنطقة. لكن لو فجأة الدنيا مطرت ومية الحنفية رجعت، الإزازة دي مش هيبقى ليها أي قيمة. أو تخيل مثلا لو السوق كله مفيش فيه غير 10 كيلو لحمة، والناس اللي واقفة تشتري معاهم 1000 جنيه بس، الكيلو هيبقى ب100 جنيه. لكن لو وزعنا على الناس دي فلوس وبقى معاهم 10 آلاف جنيه واللحمة هي ال10 كيلو، الجزار هيبيع الكيلو ب1000 جنيه. الفلوس زادت بس انت لسه معاك نفس حتة اللحمة. الغلو مش في الحاجة، الغلو ان النظرة اللي كانت في فلوسك راحت وبقت مجرد ورق كتير ملوش لازمة. ده بالظبط اللي بيحصل في التضخم، لما الفلوس اللي هي الورق تزيد قوي وتملى السوق من غير ما يكون قصادها شغل او انتاج حقيقي. بمعنى ادق واوضح، ان المعروض يكون قليل والطلب يكون كتير، والمعروض هنا بيمثل السلع والمنتجات والطلب بيمثل هنا الفلوس. ده بكل بساطة واختصار معنى التضخم. طب ايه الحل؟ الحل انك تهرب من الورق للأصول، زي الذهب والعقارات، او تستثمر في مهارة تجيب لك دخل حقيقي. الحاجات دي بتفضل قيمتها فيها مهما العملة رخصت. بس السؤال هنا، لو انت معاك 10 آلاف جنيه دلوقتي، هتشيلهم كاش ولا هتحولهم لذهب؟ وليه؟ هستنى اجاباتكم في التعليقات.